السلام عليكم بنات. تحت الطلب العديد ديال الاخوات قالوا لي بغينا الطريقه ديال الكسكسو بالتفايه على حقه وطريقه. المهم نبداو البنات على بركه الله. كتجيبوا كسكسو من نوعيه ممتازه، كتفزقوه بالماء. انا كنغسلو من قبل مزيان وكندهنو بزويته وكنردو يفور الفوره الاولى. بعد ما هنايا كما كتشوفوا في الصوره بعد ما فار الفوره الاولى كنزيدو كاس ديال الماء وكنرشو به مزيان وكنولي ندهنو بالزويته اولا بالزبده وكنولي ردو يفور. كيف ما قلت لكم البنات كسكسو بالتفايه كنديروا فيه غير جوج ديال التفويرات، عكس الكسكسو ديال سبع خضاري هذا كيبغي 3 ديال التفويرات، حيت الا فورتوها البنات 3 ديال التفويرات كيتحل معاكم. اول حاجه نجيب كوكوط، ما عرفت كي دار تقطع ليا المقطع. غنبداو بالتفايه هي الاولى. غادي نجيب الكوكوط ديالي غندير فيها زويته وشويه ديال الملون غذائي، وغادي ندير القياس ديال البصله. انا هنايا درت قياس نص كيلو ديال البصله، حيت اصلا كاينه غير بوحديتي يعني درت غير شويه. انا غندير نص كيلو ديال البصله. وبالنسبه لنتوما البنات البصله عينكم ميزانكم، اللي كيبغي التفايه بزايد يدير كيلو ديال البصله ولا كيلو ونص، يعني كيف ما عارفين البنات، يعني كل واحد كيعرف القياس ديال الافراد ديال العائله ديالو. غادي نستمر في التقطاع ديال البصله ديالي. بعد ما غادي نسالي البصله غادي نشحرها مزيان غير بزويته وبديك الملون الغذائي. انا هنا غادي نزيد حبه، جاتني البصله قليله، غادي نزيد هاد الحبه ديال البصله. بالنسبه لهاد البصله التفايه غادي نحطها على جنب حتى نرجع ليها فيما بعد. هنا المرقه ديالي ما عرفت كيفاش دار تقطع ليا الفيديو. المهم كديروا قياس ديالكم في الدجاج. كنديروا زلافه ديال الحمص، جوج ديال البصلات، العطريه كديروا البزار، سكينجبير، الخرقوم، شويه ديال الملحه وزيت ديال المائده. كيتقلاو مزيان. بعد ما كيتقلاو كما كتشاهدوا اخواتي كتزيدوا قياسكم في الماء. من الاحسن زيدوا الماء، يعني راكم عارفين مع غيتفور فيه كسكسو هذا ديروا الماء شويه بزايد باش ما تحرقش ليكم. ها نتوما كيف ما كتشوفوا. هنايا غادي ندوزو الكسكسو اللي قلت لكم غسلته مزيان ودهنته بزيت الروميه. دابا غادي نديرو الفور وغادي نرجع معكم للتفايه. غادي نقليو هاد البصله مزيان تطيح غير بالزيت وبشويه ديال الملون الغذائي. غادي نبقى تنشحر فيها. نتوما كما كتشاهدوا اخواتي شوفوا كي كتولي كتشحروها مزيان. بعد ما شحرتها هاد المرحله ضروريه البنات باش ما كتبقاش البصله تتغرزز لكم. غادي نضيف السكر عيني ميزاني ومعلقه صغيره ديال القرفه. غادي نضيف زلافه ديال الزبيب اللي غسلته من قبل.
وغادي تستمروا في التحريك. بالنسبه للبنات الا كانت البصله شفتوها طابت لكم غير في هذا التشحار هذا بلا ما تزيدوها الماء، الا كانت البصله عازيه شويه زيدوها كاس ديال الماء. انا هنا راني زدتها كاس ديال الماء وبقيت كنقابلها بالتحراك. هذاك هو السر باش كتجيكم التفايه معلكه وما كتجيش البصله مغرزه. غادي نستمروا في التحريك، ما تغفلوش عليها البنات باش ما تحرقش. المهم التفايه ديالي ها هي دي وجدات، هذا هو الشكل ديالها النهائي. بالنسبه لهذاك السكسو بعد ما تفور التفويره الثانيه غادي نزيدو نص كاس ديال الماء. ما تكثروش البنات الماء بزاف باش ما يتعجل لكمش. بعد ما ترشوه بديك الكاس ديال الماء تقدروا تدهنوه اما بالزبده اولا بزيت الزيتون. بالنسبه لهذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو بالتفايه. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.